هذا مصير الطفلة التي أصابتها رصاصة عسكرية بقصبة تادلة، وحضور جميع الأجهزة الأمنية في تطورات حادث إصابة طفلة برصاصة عسكرية صباح اليوم بقصبة تادلة. علمنا أن فريق طبي داخل المستشفى الجهوي ببني لالن تمكنوا من استخراج الرصاصة من جسم الطفلة، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف تابعة للقوات المسلحة الملكية إلى المستشفى العسكري بمراكش من أجل استكمال العلاج وحقن المصابة بمضادات لبقايا الرصاص. وكان قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني لالة استقبل صباح اليوم حالة طفل تبلغ من العمر 12 سنة مصابة برصاصة. وأفاد مصدر أخبارنا أن الطفلة كانت تلعب بالقرب من فضاء التدريب العسكرية الخاص بإطلاق الرصاص التابع لثكنة قصبة تادلة، وأصابتها رصاصة على مستوى ظهرها، حيث جرى نقلها على عجل إلى بني لالن. ووفق المصدر فالمكان المخصص لتداريب الرماية العسكرية محظور دخوله من طرف المواطنين، وتتواجد علامات تحذيرية، وربما أن الطفلة بحكم أنها ضيفة عند أقاربها لم تنتبه للخطر، فأصابتها الرصاصة على بعد 3 كيلومترات تقريبا، ويبقى التحقيق هو الذي سيكشف ملابسات هذا الحادث. ووفق المصدر فقد حلت بالمستشفى الجهوي ببني لالة مختلف الأجهزة الأمنية من الشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية